والله صحيح، ناس عايشة وناس دايشة. لك يا ولد حميدان، هم كل الحمار أكل والخنماء جاء مغصت تقول شغال دايع. أمك رسالة جاتني من سفير الغرام، قال لي مساء الخير، منور والله يا جميل. هي الغرام سواه لسفارة مثل هنت السفر كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لي منين انت يا زول؟ والله أنا قاعدة من قبل ونصفح معاك. صفح معي شنو؟ تصفح معاك. يصفحك حمار حليمة أمين الضنب قديمة شحط الله. هيا يا راجل، مالك جنات ولا اليسبوك ده اللي يحس لك راسك؟ أول حاجة اسمه الفيسبوك وليس الفيسبوك. وانا شو مخبرني بيه هو ده الناس ده؟ ود منو؟ الده اللي بتهببه العامل فيها سفارة فوق الانترنت ده. والله مالك أوجه، لما بقيت أعرفي السفارة أنت السفر. هو أنا كان عندي سفارة بقيت في البلد دي شنو؟ والله انتوا رجال ده ما عندكم ضمان. الماحي كيفك؟ اوه ود المقنمر الفارس المغوار حبابك. شنو انت اي زول ماسك تلفونه وقاعد مع تاني تقول قاعدين في بدك؟ بدك شنو يا زول؟ نزل قشن معه لو يا المسقف. سلام يا ولد حميدان. أوه سامة تجاني، كيف أخبارك؟ وين يا زول ما شافك بالشبكة؟ الشبكة؟ هاي ناس الفريق كلهم داخلين الشبكة يا زول يا زول. ناس حاج المبارك وناس ود اللمين وياسر شبس وهو الطرحة، ناس دي كلها غش الشبكة. انت وين؟ يا زول مفضل في الحلة دي تاني إلا حاج عبد الماجد أكان دخل الشبكة. يا الدنيا عليك السلام. انت يا ام الناس، الايامات دي ود حميدان ما فات الخرطوم عشان يجيب حاجات الزراعة. هو حميدان براه ترى رجال حلة كلهم نقول لهم شغلة جديدة. الده اللي اسمه اليسبوك ده تلقاهم النهار كله بطبزوا في التلفون. اي والله، هسي راجلي ذاته امس فات الحكيم ود عبد النور قال داير له نظارة ما بشوف. هو السنة دي الرجال جنوا ولا شنو؟ بدل ما يقعدوا النهار كله يطبزوا في التلفون ده أحسن يشوفوا لهم زراعة. ده كله من محمد ود الزين العمدة بتاع العجاويد ده. اي هو جاب الشبكة في فريق اولاد عمران، قال عشان الناس تتواصل بالتلفون بدل الجوابات اللي بتوصل الا بعد شهرين دي. والله كلامه زي اللي اليسبوك ده قلبي كله ما دارو. الفيسبوك ويا زول بدنقل بيسوي شنو؟ بعلق على منشور جاستن بيبرز قال داير يسافر لندن عشان يقضي العطلة الصيفية. يا ناس انتوا السنة دي جنيتوا ولا شنو؟ كيف؟ يا ناس الزراعة ما زمانها جا. هاي كويس. هاي هو يا ناس أي أمة عشان تنهض لازم تهتم بالزراعة وتركز على الصناعات. فكان كل الناس بيقوا بتصفحوا عليه الشبكات ويتابعوا عليه المشاهير، لا حيشتغلوا ولا حيكونوا من المنتجين. يا اخي انت العالم اتطور، انت قاعد لي مع الزراعة دي وضحت الخبر. فوقوا يا ناس، خلوا متابعة الميديا وركزوا في حياتكم اليومية.